السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو النهاردة هو تحضيرات البيبي، وهنبدأ بأول حاجة عمل كده بيبي نست في البيت. ينفع ان انت تعمليه كمشروع، ينفع ان انت تعمليه بنفسك لابنك او بنتك. ويلا نبدأ الفيديو مع بعض ونشوف الخطوات بتاعته. ده التجربة الأولى ليا، وكمان هقول لكم على الأخطاء اللي حصلت معايا علشان تطلع مظبوطة معاكم من أول مرة. اول حاجه معانا القماش كده، هو قماش ملايات عادي جدا، الاشكال اللي تعجبك. بناخد متر ومتر من كل نوع. بنقص القماش طول 125 في عرض 100. بنطبق القماش نصين، بيكون معايا 50 في 125. وبعد كده باجي من عند الاطراف وباخد 50 سنتي. انا خدتها على كذا مرة علشان خاطر تطلع معايا الخط مظبوط بالظبط 50 طول وعرض. من الناحية التانية نفس الكلام، بقيس 50 سنتي وباخدها طول وعرض. كده بقى اللي في النص 25 والاطراف معايا 50 و50. بعد كده باجي من الاطراف من عند زاوية ال50، وببدأ ان انا اعمل دوران على مقاس 50 واحط علامة لحد ما اوصل للخط ال50 اللي هي التانية واوصلهم ببعض. وبعد كده اعمل نفس الكلام من الناحية التانية. باجي من عند الخط اللي انا عملته 50 وببدأ ان انا الف 50 عند كل 50 سنتي، بعمل علامة وبعد كده باخد احددها بالقلم. وطبقت كده القماش بالظبط، وبعد كده بقص الدوران بتاعي كده. هيطلع لي الشكل البيضاوي معايا مظبوط جدا. بعد كده من خط ال50 هبدأ اخد زاوية برضو 25 سنتي عند كل 25 كده وبلف. بعد كده اوصلهم مع بعض واعمل الدايرة بتاعتي شكل الدوران بتاعي. ده كده اللي هو هيكون القاعدة بتاع السرير من جوه او شكل السرير من جوه. والناحية التانية نفس الكلام، عند خط ال50 باخد زاوية كده ب25 والف 25 لحد ما بوصل للخط، وبعد كده بوصلهم ببعض. والحتة اللي في النص بوصلها خط عادي مستقيم مع بعضيهم كده. ده كده هيكون شكل القاعدة من تحت كده. التلاتة هيكونوا 25. بعد كده من الأطراف هاخد 5 سنتي من كل ناحية لحد ما اخلص القماش خالص، وبعد كده بوصلهم ببعض. باخد مسافات قريبة شوية علشان خاطر الدوران يطلع معايا مظبوط. بعد كده من ال5 سنتي هاخد 2 سنتي كمان. برضو باخد مسافات قريبة علشان الخط يطلع معايا مظبوط الدوران بتاعي. وده كده بيكون مكان اللي هنحط فيه الحزام علشان نفتح ونقفل السرير. بعد كده اطبق السرير بتاعي نصين، وبعد كده باخد 4 زوايا وابدأ ان انا اكويه بالمكوى علشان خاطر احدد الاتجاهات بتاعتي.
خلي بالك احنا كنا بنرسم بقلم حراري، فاي حرارة سواء سخونة المكوى او كده فهتبدأ تمسح، فانتي تلاحظي الخط اللي يتمسح تعمليه. وبعد كده باخد خطوط على كل تطبيقة انا خدتها علشان تكون واضحة معايا. وكل ده احنا كنا بنشتغل على جنب واحد بس من القماش بتاعي اللي هو ال50 سنتي الاولانية خالص لما طبقنا القماش. فهنعمل نفس الكلام الناحية التانية، بنخطط نفس الحاجات علشان خاطر لما نفتحه خالص يكون معانا كامل متخطط. القماشة التانية انا سهلت عليا الموضوع وخدتها على مقاس الاولى، بدل ما اعمل نفس نظام المقاسات، بس لو عملت نظام المقاسات برضو هيكون معاكي وتطلع معاكي مظبوطة. بعد كده فتحت القماش الاتنين بيكون على الوش، بشتغل على الوش من الناحيتين، وبعد كده سويتهم ببعض وببدأ اثبتهم بالدبابيس علشان يسهل عليا الخياطة والقماش يطلع معايا مظبوط. بعد كده الخياطة بالمكنة هتكون اسهل بكتير، بس اللي مش متوفر المكنة هنخيطه عادي خياطة يدوية. انا هخيطه خياطة تطريز بغرزة الباك عشان خاطر الموضوع يكون شكله اشيك. بنخيط خط وخط لا، خط من فيه دبابيس وخط لا. بعد كده الحشو انا ببدأ ان انا احشي كده كل جنب لوحده. تمام. بسيب الاطراف علشان خاطر اقفل الخياطة. هنا كنت بحاول ادخل في الزاوية خالص لجوه بقلم علشان خاطر ما يكونش المكان فاضي. وفي الحشو كده حاولي تخلي كل ناحية زي التانية علشان خاطر ما يكونش جنب اعلى من جنب، يكون السرير مرتاح بسوي بعضه. هنا بخيط بطارة اللي هو الجنبين اللي هو كانت 5 سنتي و2 سنتي علشان خاطر مكان الحزام اللي هو اللي هقفل منه السرير. هنا بعمل بغرزة الباك زي ما قلت لكم، الخياطة كلها استخدمتها غرزة الباك علشان خاطر الخياطة تطلع مظبوطة وتكون كلها بشكل واحد. الطارة بس هي بتسهل عليكي القماش اكتر، وبسيب الطرف اللي انا بحشي منه الفايبر. وفي حشو الفايبر برضو بتحشي كل الاماكن اللي فيه وبتخلي بالك من الزوايا علشان خاطر تكون شكلها كويس وكلها مظبوطة ما يكونش فيها مكان فاضي. بعد كده بقفل الجزء اللي انا كنت سايباه اللي انا بحشي منه، وبعد كده باخد خطوط كده، خط بالطول وخط بالعرض على الرسمة اللي انا كنت رسماها اللي هي ال25 سنتي، وببدأ ان انا بخيطها علشان اضغط كده الجزء ده اللي انا هقفل منه السرير. طبعا في الخياطة تراعي ان الجنب الرسمة او الخط اللي انتي واخداه بيكون من الناحيتين علشان خاطر يطلع مظبوط من الجزئين زي بعض. وباخد غرزة كده في النص علشان السرير يرتاح شوية كده زي التنجيد بتاع المراتب.
هو سهل جدا وبسيط، هو بس اخد شوية وقت في الخياطة علشان خياطة يدوية، لكن لو مكنة مش هياخد معاكي وقت خالص، وينفع ان انت تستخدمي اصلا كمشروع زي ما قلنا. هنا حسيت ان الجزء اللي في النص فاضي كده، فانا هبدأ ان انا اقص الخياطة دي وهاخدها حشو عادي، وهاخد فيها غرزة في النص علشان اظبط المرتبة او تكون عالية مريحة، ما تكونش ساقطة من النص. وممكن كمان حل تاني ان احنا اصلا ما ناخدش المثلثات دي لحد جوه، نكتفي بس بخياطة ال25 سنتي اللي هي جوانب السرير، وكل اللي في النص ما يكونش فيه خياطة، يكون كله حشو، يتاخد غرز كده بعد ما تخلصي الخياطة وتقفليها، تاخدي غرز كده زي التنجيد. هيديكي برضو شكل السرير مرتاح جدا. وده كده شكله بعد ما خلص. كده عملنا كل الاساسيات، هنبدأ في مرحلة التزيين. دي ال2 سنتي بقى اللي احنا كنا مخيطينها اصلا من الاول. هبدأ ان انا ادخل كده الستان فيها كحزام، يعني اقفل وافتح منه. وانا بدخل الستان في ابرة وبدخلها او في بنسة، الموضوع بيكون سهل جدا. وبعد كده الجوبير، او ممكن تعملي فيونكة اصلا من نفس القماش، ده التزيين حسب ذوقك. تمام، بتني الجنبين وبحط الجوبير في النص وبخيط. ده كده شكله من الناحيتين. شكله حلو جدا ولطيف ومريح جدا، ومرتبة كويسة جدا جدا جدا. بس اتمنى يكون عجبكم ويكون سهل معاكم في التنفيذ. وهبعت لكم الفيديو الجاي اشكال كتيرة لشكل البيبي نست او كده. ولو عجبكم الفيديو ادعولي كتير، ربنا يسهل عليا الامور ويقومني بالسلامة. وادعوا كمان للبيبي ان هو يجي كويس سليم معافي ويرزق كله مشتاق يا رب. وادخلوا على قناة حياة سعيدة لطفلك، هنزل لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. دي قناة فيها نصايح تربوية هتساعدك جدا في التربية الإيجابية. وانتظروا باقي تحضيرات البيبي، واشوفكم بخير في فيديو جديد. مع السلامة.